question words. question words يعني أدوات الاستفهام. question words يعني أدوات الاستفهام. كل سؤال ليه question word خاصة بيه، ولازم نفهم إيه هي question words بتاعتنا علشان نعرف نفهم السؤال ده أصلا بيتكلم عن إيه أو عايز إيه. أول حاجة عندي ما أو ماذا what. ما أو ماذا what. ما أو ماذا what. من اسمها كده we use it to ask about things or objects. بنستخدمها عشان نسأل عن أشياء، بنستخدمها عشان نسأل بيها عن أشياء. ممكن أقول what is this ما هذا، ممكن أقول what is your name. تمام؟ يبقى أنا what معناها ما أو ماذا. what معناها ما أو ماذا. where يعني أين. where يعني أين. من اسمها we use it to ask about a place. بنستخدمها عشان نسأل بيها عن المكان، بنستخدمها عشان نسأل بيها عن مكان. أين يعني where. ممكن أقول where are you from. من أين أنت يعني where are you from. تمام. when يعني متى. when يعني متى. when يعني متى. we use it to ask about time. بنستخدمها علشان نسأل بيها عن الوقت، بنستخدمها عشان نسأل بيها عن الوقت. يبقى متى يعني when. متى يعني when. مثلا when do you go to cinema. متى تذهب إلى السينما. تمام. كيف how. كيف how دي عامله زي البني ادم الفضولي اللي عايز يعرف كل حاجه، كل شويه يسالك انت اي حاجه عايز يسال عنها. يعني مثلا ممكن يسال عن وسيله المواصلات، ممكن يسال عن كيف حالك. لو how استخدمتها في وسيله المواصلات مثلا هقول how do you go to school. كيف تذهب الى المدرسه. هقول مثلا I go to school by bus. ممكن اقول how are you. كيف حالك. تمام. وعندي هنا why يعني لماذا. why يعني لماذا. why دي we use it to ask about a reason. بنستخدمها علشان نسأل عن سبب، بنستخدمها عشان نسأل بيها عن سبب. عايزة أقول لك إن السؤال اللي بيبدأ why أول حاجة بكتبها في الإجابة بتاعته because. أول حاجة بكتبها في الإجابة because معناها لأن. because معناها لأن. تمام. وعندي هنا whose ملك من. whose ملك من. أداتنا whose دي عاملة زي البني آدم الأمين اللي كل ما يلاقي حاجة يسأل عليها. زي مثلا whose pen is this. أنا مين ده. whose book is this. يبقى whose دي معناها ملك من. whose معناها ملك من. which يعني أي. which يعني which يعني which يعني أما أكون محتارة في حاجة وعايزة أفهم أختار أي حاجة فيهم مثلا which one do you want. أي واحدة تريدها مثلا. عايزة أقول which dress is more beautiful. أي فستان فيهم هو الإيه الأحسن. يبقى which بستخدمها علشان أختار ما بين حاجتين. which بستخدمها عشان أختار بين حاجتين. وآخر حاجة عندنا من هو. هو يعني من. يعني من اسمها كده we use it to ask about a person. بنستخدمها عشان نسأل عن شخص. بنستخدمها عشان نسأل عن شخص. يبقى دلوقتي من يعني هو. عايزة تلاحظوا معايا كده كل الكلمات دي نطقنا what where when how why which. لكن whose وهو كل الكلمات ديت اللي what where when وhow why which كلها نطقنا الدبليو وكانت الاتش ايه سايلنت. كانت الاتش ايه silent. لكن whose وهو نطقنا الاتش والدبليو هي اللي سايلنت. لان الدبليو اتش لما بيجي بعدها حرف الاو بننطق الدبليو بننطق الاتش والدبليو بتبقى ايه سايلنت. بنعكس يعني. تمام. هندخل بقى على how many وهاو ماتش. how many وهاو much. how many يعني كم العدد. how many يعني كم العدد. how many يعني كم العدد. how much كم الكمية. how much كم كمية. how many طبعا احنا خدنا الحصة اللي فاتت الكاونتبل nouns والuncountable nouns. طبعا الكاونتبل nouns اللي هي الأسماء التي والuncountable nouns الأسماء التي لا تعد. how many بتيجي مع الكاونتبل nouns. how many بتيجي مع الكاونتبل nouns. عايزة تسأل عن عدد معين فمثلا نقول how many books how many boys how many girls. تمام. يبقى how many بتيجي مع الكاونتبل nouns. هنا how much كم الكمية. how much يعني كم الكمية. تيجي مع uncountable nouns. بتيجي مع uncountable nouns. how much milk how much juice. تمام. يبقى how much بتيجي مع الكميات. how much بتيجي مع ايه كميات. هي uncountable nouns اللي هي